رسالة مؤثرة من نادين الراسي لأخيها الذي توفى في حادث سير أليم. لو انت مهتم بأخبار النجوم ادعمنا بلايك واشتراك علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري لحد عندك. فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة لها بعد عملية نفخ الشفايف التي أجرتها مؤخرا، وانتقدها الجمهور جدا. مش كنت تستني بعد ثانوية أخوك وبعدين تعملي اللي انت عايزاه؟ مستعجلة ليه؟ دي الدنيا فانية. وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة إلى شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفى في حادث سير 27 أغسطس الماضي عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا. ونشرت نادين الراسي صورة تجمعهما سويا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأرفقتها بآخر محادثة واتساب بينهما. وكتبت نادين على الصورة: كل يوم هنحس بوجودك أكتر وأكتر يا خيي. ولقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عاما مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، وتوفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة المرعبي، كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان الراحل جورج الراسي.